بصوا يا حبايبي، انا جبت سمك البوري عشان اعمله فسيخ عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. خلاص حبايبي، معلش انا اتاخرت عليكم لظروف. بصوا حبايبي، لما اجي اجيب السمك اجيبها السمكه ما شاء الله اللي بتلمع خلاص، وتكون الراس بتاعتها مدوره، ما تكونش طويله، لان الطويله بتبقى دبار، والدبار دوت ما بينفعش في التخليل. وبصوا النغشيش بتاعتها اهي ما شاء الله، وتبقى طازه اهو. بصوا وصابح. هنعمل ايه؟ هنشطفه تحت الحنفيه، وبعدين نشيل اي طينه اي رمله وننضفها كويس قوي، وبعدين هروح بقى مصفياه واخليه كده لما ينزل كل الميه اللي فيه، وارجع لكم تاني. بعد ما نشف هروح جايبه المناديل بقى ومنشفه تاني. بعد ما قعد 4-5 ساعات خلاص. بصوا اي ميه، بصوا هنا دخل المناديل كده، ومن هنا عشان انا مش عايزه اي ميه ولا اي سوائل. خلاص هعمله بقى كله وبعدين ارجع لكم تاني. همسك السمكايه كده وابتدي اطري فيها اهو، اعمل لها تدليك اهي اهو، من الظهر ومن الديل، وابعد عن منطقة البطن خلاص، عشان بس الاحشاء بتاعتها ما تفرقعش. ابدل كده من حد الديل، وبعد الديل من الظهر كده اهو خلاص، عشان تبقى السمكية ناعمة وطرية، والسلسلة تفك من اللحم. خلاص بقى نشيل بقى المناديل. بصوا مصت كل السوائل. هشيل بقى كل المناديل وارجع لكم تاني. معايا ملح، كوباية كبيرة ملح، ومعايا معلقة كبيرة شطة، ومعلقة صغيرة كركم. خلاص حبايبي هلخبطه كده. وابتدي اخلط كل المكونات على بعضيها اهو. وبعد ما عملت تدليك للسمك هجيب السمكة كده واروح حاشية الخياشيم من الناحية دي واملاها كويس قوي، واروح برضو جاية عند البق افتحه كده اهو، اروح برضو معبياه امسك السمكة كده ادلكها بالملح واخليها على ظهرها كده. خلاص اخلص الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني. بصوا خلاص حبايبي، انا عملت السمك كله، خليته كله. بصوا الراس تعالوا اهي، بصوا اهي، والبق برضو حشيته ودلكت برضو الجسم بالملح والشطه. جبنا كيس وبعدين رشينا فيه بقية الخلطة بتاعتنا اهو، وبعدين هنحط سمكية اهو
كده اهو بعكس بعضيهم على ظهرهم. خلاص نحط برضو كده نعدل السمك. ما تخافوش الملح مش كتير، خلاص الملح الخشن ما بيملحش قوي. بصوا انا قفلته بتاع 8 اكياس محكمين اهو، وقفلته بقى كويس قوي. خلاص وكل يوم النهارده محطاه كده، بكره هحطه على الجنب التاني كده. خلاص هفضل اقلب فيه لحد المده بتاعته ما تنتهي. خلاص حبايبي، وارجع لكم تاني اما نيجي نفتح ان شاء الله عليه. سلام عليكم.